من أجل الابتعاد عن التوتر خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إدارة الزمالك تدرس هذا القرار. تقارير واردة من داخل نادي الزمالك كشفت عن تفكير جديد داخل الإدارة بشأن فترة الإعداد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم الجديد. يذكر أن الفريق الأول في أجازة حاليا ويستعد للعودة إلى التدريبات يوم 25 أغسطس الحالي استعدادا للموسم القادم. ووفقا للمصادر من داخل الزمالك، فإن إدارة النادي بتدرس توفير معسكر إعداد خارجي للزمالك من أجل التجهيز للموسم القادم، حيث ترغب الإدارة في توفير أقصى درجات الاستعداد للجهاز الفني وللاعبين من أجل الإعداد الجيد للموسم القادم، إلى جانب ابتعاد إعداد الفريق عن الأجواء والاضطرابات واللي بيعيشها الزمالك حاليا على كل الأصعدة وخاصة على المستوى الإداري. بيسعى الزمالك للإعداد الموسم الجديد جيدا من أجل تفادي أخطاء الموسم الماضي والتتويج بالبطولات خلال الفترة القادمة.